هو معانا كابتن سيد دلوقتي. و كابتن سيد. يا كابتن شوقي ازيك يا كابتن سيد؟ طيب تحياتي للجميع الله يخليك. السلام طيب يا كابتن سيد. وانت طيب الله يخليك، تحياتي للمجموعه كلها. والحمد لله على السلامه. كابتن سيد، طبعا اكيد انت شايف الشارع او جمهور النادي الاهلي بيتكلموا كتير على الفريق وحاله الفريق المباراتين الاخرين. انا كنت عايز يعني اجيب حضرتك عشان تطمن الناس ان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في ناس قلقانه، في ناس بتقول النادي الاهلي فريق كبير، في ناس بتقول لعيبته تقدر ان هي تطلع من اللي هي فيه، ولكن كلامك اكيد هيكون واصل للناس اكتر يا كابتن سيد. طيب بص، اولا يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. يعني في اي بطوله بتلعبها بتبقى فيه هدف كبير فيها وهدف مهم وهدف اساسي، وبعد كده خلال البطوله بتتعرض لشويه حاجات ممكن يبقى فيها ايجابي بشكل كويس، وممكن يبقى فيها سلبي بشكل مقلق او شكل يخليك تفكر يعني. تمام، انت ماشي في بطولتين، البطوله الافريقيه والبطوله المحليه. البطوله المحليه عندنا لسه فيها 3 مباريات، بدايه من مباراه الاسماعيلي يوم الجمعه ان شاء الله الرحمن، ودي محطه مهمه جدا جدا في المشوار كموسم كمان، مش في التوقيت ده بس، كموسم بشكل كبير قوي. والبطوله الافريقيه، البطوله الافريقيه كان ايجابي جدا ان انت تعمل نتيجه كويسه في البدايه، لكن وارد ان انت ده ما يتحققش، خصوصا لو بتلعب بره ارضك يعني. لكن حساباتها بتبقى حسابات مختلفه، لان انت بتلعب على هدفين، هدف ان انت تبقى اول مجموعه متصدره، وهدف ثاني ان انت ممكن يعني تبقى تصعد كتاني. تمام، فالهدف بيبقى مختلف شويه عن بطوله الدوري، على عكس بطوله الدوري من اول يوم لاخر يوم بتشتغل على المركز الاول او ان انت تبقى تاخد الدوري. لكن البطوله الافريقيه بتتعرض شويه لحاجات سواء كانت داخليه او خارجيه، المهم ان انت تحقق الهدف الكبير، الهدف الكبير ان انت توصل للمربع الذهبي او قبل النهائي. فخلينا نقفل الصفحه بتاعت افريقيا شويه، لانها وارد زي ما قلت، كان مهم ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه، ده ما حصلش، لكن هتشتغل على المباريات اللي بعدها، وخصوصا ان انت عندك مباراتين مهمين قوي، الاثنين ورا بعض عندك في ملعبك، سواء كانت مع اسك او مع الوداد. لكن قبليهم ختام بطوله الدوري مع في ال3 مراحل اللي جايين، وبدايه من مباراه الاسماعيلي ان شاء الله الرحمن، يبقى التفكير فيها كويس، يبقى الاستعداد ليها كويس، التحضير ليها كويس جدا، يتناسب مع المرحله اللي انت فيها، ويتناسب مع الفريق اللي هتلعبه، ويتناسب كمان مع اللقب اللي هو اللقب المحلي يعني. طب كابتن سيد، انا في تصريح كان على لسان حضرتك بعد مباراه المصري، في ناس كتير ما فهمتوش وانا من ضمنهم، انا يعني حابب حضرتك توضحه. يعني في ناس بتقول الكابتن سيد مش عايز حكام دوليين، او ولا عايزهم، هو مش عايزهم، يعني عايزهم يحكموا للمنافس ولا مش عايز؟ في ناس مش فاهمه، فانا حابب حضرتك تفهم الناس انت كان قصدك ايه من الكلام. بص يا كابتن شوقي، عشان الموضوع ده قتل بحثا يعني. تمام، يعني الحسابات والارقام ما بتكذبش يعني، بس عشان الموضوع ما يبقاش داخل في حته ثانيه وانا لا خالص، انا بس عايز حضرتك توضح بس للناس مش اكتر. هقول لك، لا الارقام ما بتكذبش يعني، الحقيقه ما بتكذبش، الارقام ما بتكذبش يعني. اي حد ممكن يحلل ويتكلم بشكل فني وعلمي لكن في النهايه بتتكلم بارقام يعني، فالارقام ما بتكذبش. لكن انا كمان مش عايز اخد في حته وانا داخل على مباراه بعد 4-5 ايام. تمام، كل اللي انا عايز حقي، عايز حقي اللي انا اخده، وعايز كمان اي حد في الدوري ما ياخدش غير حقه، هو ده اللي انا عايزه. فعشان بس ابقى مركز قوي، سواء كنت انا او الجهاز او حتى اللعيبه، عندنا مباراه بعد 4 أو 5 ايام، انا مش عايز اخش في حته فرعيه كده، ابدا اتفرع في حاجه يعني مش هتفيدني في الوقت الحالي. لكن المهم قوي 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 ان احنا نخش زي ما قلت يا كابتن شوقي، نخش المباراه دي مستعدين كويس قوي، طريقتنا في التفكير تبقى تتناسب مع المرحله وقوتها واهميتها، وتتناسب كمان مع الخطه يعني. طب كابتن سيد، المباراه لحد دلوقتي في ناس كتير بتتكلم برضه هتتلعب برج العرب، النادي الاسماعيلي بيقول لسه ما جاليش اي حاجه، لسه مش فاهمين يا كابتن سيد، انتوا النادي الاهلي وصل له الماتش فين ان شاء الله؟ والله انا مش فارقه خالص معايا انا يعني. لا يعني هو يعني اتبعت للنادي الاهلي الماتش لحد دلوقتي فين؟ بص يا كابتن شوقي، احنا كلامنا واحد من اول يوم يعني، مش هنختلف على حسب مصلحتنا يعني. احنا الناس عندنا مبدا في حياتنا يعني، ده مش ماتشنا، اوكي؟ ده مش ماتشنا، انا مش طرف في القصه، لكن عشان نبقى بس واضحين يعني من اول يوم لحد دلوقتي ما الناس ما قامتش وصحيت اكتشفت ان الاهلي والزمالك او الاهلي والاسماعيلي والاهلي والمصري يعني بيلعبوا في بره ارضهم يعني. يعني كابتن سيد قصدك من الكلام ان الموضوع متحدد من زمان؟ لا، اللي بيحدده لا انا ولا الطرف الثاني، لا انا ولا المصري ولا انا ولا الاسماعيلي. لا انا اللي بحدد الماتش مع المصري بيبقى فين، ولا انا والاسماعيلي ماتشنا بيبقى فين. دي موافقات امنيه، الامن بيقول العبوا في الحته الفلانيه،
يعني هتلعبوا النهارده في الحته الفلانيه، ده من بدايه الموسم على فكره، والسنه اللي فاتت مش السنه دي، يعني من السنه اللي فاتت دلوقتي هو ده اللي احنا ماشيين عليه. يعني انا هسالك سؤال مهم جدا، يعني هو الماتش اللي فات ده كان ماتش مين؟ كان ماتش الاهلي والمصري مثلا، تمام؟ اللي قبله كان ماتش مين؟ كان ماتش المصري والاهلي. واحنا اللي طلبنا، يعني احنا اللي رحنا قلنا وجبنا موافقات امنيه من هنا، او المصري اللي جاب موافقات امنيه من هنا. الامن اللي حدد المباراه فين؟ يعني حتى طب هنروح بعيد ليه؟ مباراه الاهلي والاسماعيلي الاولى، يعني الامن هو صاحب الكلمه الاولى والاخيره في المباريات بالنسبه للنادي الاهلي، في المواجهات ما بين الاهلي والمصري والاسماعيلي والاهلي او الاهلي والاسماعيلي، تمام؟ لكن الامن هيقول لنا العبوا في الحته الفلانيه، ما عندناش مشكله، وزيد على كده ان ده مش مباراتي اساسا، فانا ما بعترضش لا هنا ولا هنا، انت مستعد تلعب في اي مكان يعني، في اي مكان يعني، فانت مش طرف في القصه خالص يعني. طب كابتن سيد، استعدادات النادي الاهلي بعد يعني لمباراه النادي الاسماعيلي ايا كان فين زي ما هي، وانا يعني عرفت ان الجمهور ان شاء الله هيحضر بكره التمرين، ايه رايك في الكلام ده كابتن سيد؟ والله دي حاجه كويسه ان هو يعني بص، كل واحد في المنظومه عندنا عارف دوره كويس، وعارف ايه الاختصاص بتاعه او ايه اللي ممكن يعمله يعني هل انت شايف في التوقيت ده ودخول الجمهور وتحفيز اللعيبه مهم جدا ليهم؟ بالتاكيد. انت اولا يعني زي ما قلت، دور النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي بيبقى عارف كويس قوي ايه اللي بيعمله في الاوقات اللي هي بيبقى محتاج يساند، مش عايز اقول الاوقات الصعبه. انت بتقول على توقيت مهم جدا في حماس اللعيبه، وزيد على كده ان اللعيبه كويس عارفين اهميه المرحله ديت، مش محتاجه ان انت كمان يبقى في شحن اكتر يعني. هو ده قصدك يا كابتن سيد؟ يعني هل وجود الجمهور بكره هيسبب لهم ضغط اكبر عليهم؟ ليه؟ هم اول مره يتعاملوا مع الجمهور يا شوقي، انت عارف كويس قوي جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، فبيلعبوا اذا كان ممكن يلعبوا قدام 120 او 130، ما بالك لو الجمهور ده جاي يساندك يعني. فبالعكس دي حاجه ايجابيه جدا يعني، حاجه تزيدك يعني. طب معلش يا كابتن سيد، سؤال اخير. لا اتفضل. المدير الفني النادي الاهلي اكيد اتكلم بعد المباراه. مالكش دعوه، مفيش مشكله خالص. ماشي يا كابتن سيد، اكيد اتكلم بعد المباراه، واكيد يعني نفسي اعرف هو قال ايه بعد المباراه. بص يا كابتن شوقي، يعني احنا في مصر دايما في تضخيم للامور كده شويه، يعني دايما بيبقى في تضخيم للاحداث شويه يعني، تمام؟ يعني دايما عايشين اليوم بيوم شويه، او بنحلل حتى اليوم بيوم، اوكي؟ وده خلي بالك، ده برضو اللي يشتغل الشغلانه بتاعتنا ديت لازم يبقى عنده يعني يتساوى عنده المدح والذم، مفيش مشكله. زي ما النهارده النتائج ايجابيه، فالناس ممكن تثني وتمدح وتشيد وتعظم، ده وارد، والعكس صحيح. لو النتائج برضه مش مظبوطه ولا حاجه، فالناس ممكن تنتقد وده برضه مقبول ومعقول، طالما انت تقبل ده لازم تقبل ده، مفيش مشكله. لكن في النهايه لازم يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه نتائج تحكم يعني. فخلينا نقول ان في الفتره الحاليه انت عندك مش طريقين ماشيين فيهم، الطريق المحلي والطريق الافريقي. الطريق الافريقي له خطوات معينه عشان توصل للهدف الكبير، والطريق المحلي انت محافظ على الحضاره، تمام؟ فانت موسم كان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نعبر فيه عن نفسنا، وقدرنا ان احنا ننجح في ده بشهاده الجميع بمستوى هايل جدا. يمكن النتيجه الاخيره ولا حاجه، ومع مباراه وادي دجله، خلت يبقى في كلام يتحول سنه برضه زي ما قلت، يعني انت تقبله بس كمان ما يتاثرش عليك، يعني ما ياثرش فيك، ما ياثرش لا في ادائك ولا في شخصيتك. المفروض ان انت بتنهي الموسم او بتختم الموسم، فبطوله يعني مش هنسمح لحد ان هو يخطفها مننا، او مش هنسمح لحد ان هو يسحبها مننا، لا طبعا، لان احنا الاحق بيها والاقدر بيها، ولو فيها دقيقه واحده هناخدها ان شاء الله الرحمن باذن الله تعالى، باذن الله. طب برضه يا كابتن سيد ما قلتليش هو قال ايه بعد المباراه؟ هو الراجل زي ما انا قلت بتقفل الصفحه ديت، مباراه زيسكو يمكن كان فيها يعني برضه يعني جو شويه في مش عايز اقول حر، لكن رمضان وصيام اللعيبه، مش عايز اقول ده السبب يعني، لكن في النهايه برضه زي ما قلت لك يعني وارد قوي ان تحصل فيها النتيجه ديت. يعني كان ايجابي فيها ان احنا جبنا جونين على فكره خارج ارضنا، سلبي طبعا ان انت يدخل فيك 3 اهداف، دي حاجه سلبيه، لكن فيها جزء ايجابي ان انت بتحاول كتير قوي لحد اخر ثانيه برضه وانت بتلعب بره ارضك، و بتحاول ان انت ترجع تاني للماتش. فاقفل ده، هنشتغل على الاخطاء، وهو الراجل قال كده، هنشتغل على الاخطاء اللي عندنا، لكن هتقفل الصفحه دي لان عندي محطه اهم في المرحله ديت تحديدا يعني، اللي هي مباراه الاسماعيلي. طب كابتن سيد معلش، انا معايا استاذ هيثم عايز يسالك سؤال كده. اتفضل. كابتن سيد مساء الخير.
مساء الخير يا هيثم، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. طب مين اللي باقي طب عشان نسلم بقى؟ كابتن مدحت معايا، مدحت واحمد عز. احمد عز معانا. حبيبي يا كابتن سيد، كل سنه وانت طيب يا الله سيد. يخليك، كل سنه وانت كل سنه وانت طيب يا كابتن، كل سنه واحمد طيب. ابو حميد ازيك عامل ايه؟ حبيبي ازيك يا كابتن؟ الله يخليك، الله يحفظك، كل سنه وانتم طيبين. كابتن، هل شفتوا واتفرجتوا على ماتش اسك والرجاء ولا لسه الوداد؟ والله انا امبارح يمكن وصلنا حوالي كانت الساعه 3:30 الفجر كده، يمكن عشان ابقى امين معاك شفت الهايلايت بتاعه بس كده، حوالي كان 14 15 دقيقه تمام. يعني في حاجه حصلت طبعا هي من السمات الاساسيه في المباريات الافريقيه، ان انت ممكن تلاقي مباراه بتخلص بكره ثابته، وده اللي عمله الوداد امبارح على فكره، بالظبط، ان هو كسب المباراه بكره ثابته. لكن اسك فرقه مش وحشه، فرقه كويسه. يمكن عندك زيسكو عندهم جراءه شويه في الناحيه الهجوميه، عندهم جراءه شويه في الناحيه الهجوميه، يعني عندهم جراءه شويه في الجزء الهجومي، ممكن يبقى التلت الهجومي بتاعهم كويس، عندهم 3 4 لعيبه لحد كبير كويسين. لكن في نفس الوقت زي ما قلت لك، يعني انت عندك مواجهه اسك مواجهه صعبه ومهمه، لكن في قبلها محطه مش عايزين نغفلها، اللي هي الاسماعيلي. باكد على ده، لان في مباريات بتدفعك كمان للي بعده هيثم، زي ما انت عارف يعني. طبعا، او زي ما انت عارف يعني. في مباريات بتدفعك كمان، يعني بتديك دفعه للي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. عايزين نمشي في خط كويس ما بين البطولتين، سواء كانت محليه او افريقيه. البطوله المحليه عايزين ننهيها بشكل كويس ان شاء الله الرحمن، ونتصدر فيها او ناخد البطوله باذن الله، وبعد كده هيبقى عندنا حديث طويل قوي في البطوله الافريقيه، خصوصا ان انت عندك مواجهتين على ارضك، سواء كانت اسك او الوداد يعني. اصل احنا من متابعتنا كده واضح ان زيسكو دي هتبقى ارخم فرقه في البطوله. واضح انها فرقه قويه يعني. ممكن يبقى عندك جزء كبير من الحق يعني، لكن ما تنساش برضه حلو ان انت الطله الاولى كده تعبر عن نفسها، لكن الاستمراريه مطلوبه. تمام. الخبرات مطلوبه، التعامل مع المباريات مطلوبه. ما تنساش ان كمان ان كون ان هو يجي فيه جول واثنين على ارضه، ده مش حلو، ده مش برضه. ممكن يبقى في وقت من الاوقات انت بتهاجم بس كمان ما يدخلش فيك، فلازم نصبر شويه. يعني الناس زي ما قلت لك، يعني بناخد الطله الاولى دي وبنضخم الدنيا شويه، لازم نصبر شويه. مواجهاتهم اللي جايه هتبقى عامله ازاي على ارضهم برضه، ده كويس. ما يشغلنيش ده، انا يشغلني النادي الاهلي او يشغلني الفرقه تتعامل مع الموقف معامله كويسه، خصوصا كمان ان المواجهات المباشره قد تحتاجها. المواجهات المباشره قد هي الاساس في الحساب في البطولات الافريقيه، مش هي الاساس طبعا زي ما انت عارف، النقاط هي الاساس، لكن قد تكون المواجهات المباشره. فمهم كمان وانت بتلعب بره ارضك ان انت تطلع بنتيجه، يعني ما كانش فوز او تعادل يبقى نتيجه ما تبقاش بعيده، عشان لما تروح للمواجهات المباشره لو احتجتها يعني تبقى لصالحك. بالظبط. كابتن سيد، بنشكرك جدا يا كابتن سيد، وانا سعيد جدا ان حضرتك اتكلمت الكلام ده، وبالتوفيق في المباراه الجايه ان شاء الله. شكرا يا كابتن سيد.